السلام ورحمة الله. هاد الحلقة هذه بغيت نهضر فيها على مجموعة من التأثيرات اللي كيتأثر بها الأطفال ديالنا أو الأبناء نتاعنا، أبناء نتاع هاد المجتمعات، ليس يعني المغرب وفقط، لأن ظهروا مجموعة من الوسائل اللي خطيرة بزاف. النصيحة ديالي للآباء والأمهات أن استخدام أو كثرة استخدام الهاتف لدى الأطفال يعني عنده واحد التأثيرات اللي كبيرة، والتداعيات نتاعها ولا يعني الإرهاصات نتاع هاد المسألة هذه ما غاديش يمكن للآباء أنهم يشوفوها في المرحلة، وإنما تقدر تنتجنا مجموعة من الأمراض التي يمكن أن تصل إلى أمراض مزمنة مثل مرض السرطان. هذا العالم الضوئي أو هذا العالم المعلوماتي هو واحد العالم اللي كيشكل واحد الخطورة كبيرة على الأبناء نتاعنا. كثرة استعمال الهاتف كتأدي للطفل الإرهاق، كتأدي الطفل أنه مثلا يتشكل له تأثيرات على مستوى الدماغ بسبب الشبكات، ولا بسبب يعني هذوك الموجات التي لا ترى بالعين المجردة. خاص الآباء يحتاطوا مزيان. هذا في شق. أما في الشق الثاني كاين مسألة نتاع تسييس هذا المجال الإعلامي، واللي غادي يولي لنا مؤسسة يعني كتدجن وكتأدلج يعني الشعوب منذ نعومة أظافرهم، يعني ملي كيكونوا أطفال حتى الحدود المرحلة يعني كيصبحوا واحد الناس اللي كبار. هاد الثقافات الخطيرة واللي كتعكس لنا إرهاصات، ممكن أنكم تشوفوا معنا في مجموعة من الصور التداعيات نتاع كثرة استعمال الهاتف بالنسبة للطفل. الخطورة نتاع هاد الشيء نتمنى من الآباء والأمهات ما يبخسوش فيها. هاد المسألة هذه يعني غادي نوضع لها كما كنقولوا واحد مجموعة من الصور اللي غادي يشرحوا خطورة كثرة استعمال الهاتف لدى الأطفال. كذلك يعني غادي نطرق للشق الثاني، أن كيفاش مفهوم الدولة العميقة كتسيس يعني هذه المجالات، وأصبحت بمثابة مؤسسات إعلامية تدجن وتؤدلج هاد الأطفال وهاد الشعوب وهاد الشباب بثقافات دخيلة تسعى إلى تفسيخ أخلاقيات المجتمعات. هناك أحد الأمثلة المشهورة اللي غنطلق منها واللي كنقولوا في الثقافة نتاعنا ولا في الثقافة اللي تعاهدنا عليها في المجتمعات العربية: إنما أمم الأخلاق ما بقيت، إن ذهبت أخلاقهم هم ذهبوا. هاد المسألة، هاد الأخلاق، خصنا نتسألوا كيفاش المجتمعات يعني ولا المجتمع من 2002 ولا لتحت، كيفاش كانت الثقافة ما بين الجيران والثقافة ما بين يعني العائلات وداخل المجتمع بصفة عامة، وكيف أصبحت هاد الثقافة مع ظهور هاد الآلة وهاد المكننة اللي ساهمت في التفسيخ نتاع الثقافات نتاعنا وفي التقاليد نتاع الأجداد. هاد الحلقة هي عبارة عن نصيحة للآباء والأمهات في علاقتهم بالأبناء نتاعهم. كاين واحد الوسائل متطورة اللي كتستعملها جهاز الدولة في هذه السنوات الأخيرة، أو بالأحرى يعني من السنوات نتاع 2004 2005 2006 2007. يعني بدات كتظهر لنا عوامل جديدة في تاريخ المجتمعات، بما في ذلك يعني هذه المسألة نتاع الثورة المعلوماتية. هذه الثورة المعلوماتية أو هذه الحرب الإلكترونية استغلت مجموعة من التطورات، وحاولت أن الدولة العميقة تجعل هاد الأساليب وهاد الآليات اللي ولات سائدة داخل المجتمعات، مثلا مثل أن يكون عندنا هاد الشبكة العنكبوتية أو شبكة الإنترنت، فيما يخص اليوتيوب، فيما يخص كذلك يعني الفيسبوك، الانستغرام، تيك توك. جميع هذه المؤسسات أنا سأنعتهم بمؤسسات إيديولوجية، وليس مواقع للتواصل الاجتماعي أو مواقع إخبارية أو شيء من هذا القبيل. هو واحد الشق صراحة إلا عطينا دراسة للواقع، كاين أناس اللي مثقفين كيحاولوا أنهم يستغلوا هذه المنابر الإعلامية ويمروا مجموعة من الأفكار التقدمية اللي كتساهم أكيد في بناء هذه المجتمعات. ولكن الغاية من هذا الشيء كامل لدى الدولة العميقة
كتعتبر هذه الآلة ولا هذه المكنة التي أصبحت سائدة في كل منزل، وأصبحت سائدة في كل يعني الأجيب نتاع الأشخاص، في كل جيب نتاع أي فضفض كيفما كان نوعه. كيف ما كتلاحظوا دابا مثلا مسألة الهاتف ومسألة الفيسبوك ومسألة يعني التيك توك هاد المواقع هادو ما كيخفاو حتى على شي شخص في المحل. لا أكثر من ذلك، إلا دخلت لأي منزل غتلقى بزاف الناس اللي كيستعملوا هاد الهواتف. ولكن الآلية نتاع أننا نستعملوا هاد الهواتف، هنا فين حاولت أنني نطيح هاد الموضوع ويكون عبارة عن نصيحة للآباء اللي ربما الوعي نتاعهم بسيط. لأن استغلال الدولة العميقة لهاد الأساليب واحد الاستغلال اللي كبير ووحشي. ولا خير دليل أنا اللي نقول لكم واحد المسألة. مثلا المجتمع المغربي مثلا عنده الإذاعة نتاع الدوزام، هي الإذاعة الرسمية. واش مثلا الآباء لاحظوا بأن مثلا هاد الدوزام كدير لهم برامج للأبناء نتاعهم، برامج اللي أكيد خصهم يساهموا في التنمية أو في الأفكار نتاع الطفل ويطوروها بشتى الوسائل. هاد البرامج اللي ربما تكون برامج إبداعية كتمثل في ديزاتولي ورشات نتاع الرسم أو ورشات نتاع الموسيقى أو المسرح أو شيء من هذا القبيل. لأن هذه المسائل هي واحد المسائل اللي أساسية وكتساهم في بناء أو صناعة شخصية واحد الطفل. لأن مثلا واحد الطفل اللي كتعطيله واحد قلم رصاص وواحد الورقة وكتقول له رسم لي واحد الظرف وسط الطبيعة، هاد الطفل كيبقى ينمي الذكاء نتاعو هنايا، لأن كيدير مجهود في الدماغ نتاعو وكيبقى يبحث حتى مثلا كيوصل لواحد النظرة تأملية لواحد المنزل عنده واحد الجردة أو شيء من هذا القبيل. طبيعة هذه المواد الإبداعية هي اللي كتساهم في بناء يعني الأفكار نتاع الطفل وبناء واحد الشخصية اللي كتكون مبدعة. ولكن كنقيدوا الأطفال ديالنا يعني بواحد المستوى دراسي ضيق الأفق، ولا نقيدوا الأبناء نتاعنا مثلا بمسألة الهاتف، نعطيوله الهاتف يبقى يدخل التيك توك ويدخل الفيسبوك، ربما يلقى واحد الأفكار اللي ما كتناسبش الفئة العمرية ديالو. وديك الأفكار بطبيعة الحال يعني غادي يكونوا عندها واحد الانعكاسات اللي قوية على الشخصية نتاع الطفل ديالك. وهاد المسألة ربما إن لم تخني الذاكرة في كتب التنمية الذاتية يعني إبراهيم الفقي تحدث على استشهاد إن صح التعبير إن لم تخني الذاكرة في كتاب قوة التحكم بالذات بأحد الكتاب. استشهد يعني بقولة جيمس آلان في كتاب قوة التحكم بالذات التي قال فيها بالحرف الوحيد: راقب أفكارك ستصبح أفعال، وراقب أفعالك ستصبح عادات، وراقب عاداتك ستصبح طابع، وطابعك هو الذي يحدد مصيرك. يعني البناء نتاع الطفل ديالك أو الابن ديالك أو الطفلة ديالك كاين واحد الفئات اللي الآباء ولا الأمهات خصهم يلازموا الأبناء نتاعهم. فيما معناه أن مثلا من 0 ل 18 سنة الطفل كيبقى قصير في مرحلتين. في المرحلة كتبدي من 0 ل 12 سنة كيبقى طفل لا يمكن له أن يميز بين الصحيح والخطأ، يعني كيحتاج للتوجيه نتاع الآباء. ولكن من 12 سنة إلى ما فوق كيولي واحد الإنسان اللي يافع، ربما يعني يستوعب الخطأ وربما لا يستوعب هذا الخطأ. وهنا كيحتاج كذلك يعني التوجيه نتاع الآباء. ربما الأب هنايا أو الأمهات عفوا في هذا السن يقدر يصيفط الابن نتاعو لمخيم، يعني لواحد المخيم صيفي أو مخيم في المرحلة الربيعية. يقدر يصيفط الابن نتاعو بعيد على الأنظار نتاعو باش يتعلم تحمل المسؤولية، وربما يتعلم يعني أنه يتكل على الذات نتاعو، أنه سيأتي يوم ما غادي يكون مسؤول أو شيء من هذا القبيل. ولكن كيبقى تحت الملازمة نتاع الآباء نتاعهم، لأن داك السن ما بين 12 ل 18 كيحتاج يعني ديك الملازمة، وكيحتاج أنك تعطي واحد المتنفسة للابن ديالك في أنه يتعلم شيء يسمى بتحمل المسؤولية.
ولكن يعني اللي بغيت نحط عليه علامة استفهام والآباء يحتاطوا منه بشكل كبير هو المسألة نتاع الهاتف ربما يقدر يعلم الابن نتاعك، وفي غالب الأحيان ما كتلقاش يعني المحتويات نتاع هاد لي شين ولا نتاع هاد لي يوتيوبرز كيعالجوا مسألات ربما اللي كتتعلق بأنها ديفلوبي الفكرة نتاع واحد الشاب أو شيء من هذا القبيل، بقدر ما أصبحت يعني سائدة التفاهات. ما بقيناش في ديك الدولة اللي كانت في التسعينات ولا كانت في الثمانينات ولا كانت واحد الدولة في مطلع الألفينيات، في الأوساط نتاع هاد الألفينيات كانت الدولة كتعتمد على وسائل اللي هي وسائل بسيطة. مثلا كان الميديا إبان تلك المرحلة، كانت التلفازة كان فيها غير الدوزيام والأولى، وكان البارابول من بعد غادي يبان الدي في دي والفي سي دي، وغادي يعني تغنى هاد المسألة نتاع الهواتف، وغادي يولي أي واحد يقدر أنه يتناول هاتف معين، لدرجة أن دابا كنشوفوا بأن طفل عنده 2 كيقبض الهاتف للأب نتاعو وربما كيفهم حسن من الوالدين ديالو. هذاك الفهم اللي كيفهمو هو مزيان إلا كان يعني كان موافق بالملازمة ديال الوالدين ويحضروا الابن ديالهم. ممكن انه يعطيلو التليفون مثلا ويديروا واحد الرسوم اللي باللغة العربية اللي يقدر يعلم اقل شيء الابن نتاعو اللغة والاخلاق، اللي من خلال اكيد يعني هذا الرسوم المتحركة يقدر يعكس الابن ديالك واحد الصورة اللي كتمثل اخلاقيات المجتمعات او شيء من هذا القبيل. لان ماشي اي حاجة مثلا رسوم متحركة غادي تخلي الابناء ديالك يتفرجوا له. انت خصك تختار طبيعه هذه الرسوم بناء على الثقافه نتاعك وما الى غير ذلك. كاين مثلا قصص الانبياء، كاين مجموعه من الرسومات اللي كيعكسوا لنا الثقافه نتاع الاجداد نتاعنا وطبيعه الايديولوجيه اللي كنعتنقوها، وكذلك كنتعلموا منه اللغه واخلاقيات ومجموعه من الامور مثل هذه. يعني هاد الرسومات الكرتونيه، يعني انا اظن ان الاباء اذا كانوا كيلازموا الابناء نتاعهم فهذا مزيان. هاد المساله نتاع الهواتف خصنا نحتاطوا لها بزاف، لان يقول احد المفكرين الفرنسيين اسمه جورج بوليتزا يتحدث عن اشكال الايديولوجيات، اي اشكال الافكار اللي كاينه داخل هذا العالم ولا هذا الكون. هاد الافكار هادو يقول جورج بوليتزا في أحد المحاور لكتاب المبادئ الأولية للفلسفة بأن الدولة العميقة يعني كيفاش كتعكس الأفكار ديالها، ما كتعكسهمش يعني غير عن طريق الهاتف ولا عن طريق مثلا التلفاز أو عن طريق يعني أساليب المدرسة أو المسجد مثلا في الثقافة المغربية، وإنما يعني تطور مفهوم الدولة وأصبح يعني الشعر والفن والموسيقى والمسرح وجميع يعني هذه الميادين كتخلي واحد الشاب كتعكس له أفكار من خلال يعني هاد المستويات اللي ذكرتهم سلفا. ولا خير دليل مثلا الثقافة اللي ولات في الجهة الشرقية وفي مجموعة من المدن، تأثيرات نتاع الجزائر مثلا، الثقافة نتاع ما يسمى بالواي واي. لو كان تجيو تشوفوا الفحوى نتاع طبيعة هذا الغناء لا يقاس مثلا بالغناء اللي كان يسمى بالغناء الملتزم واللي حتى هو كيعكس الافكار الابناء ديالنا. مثلا واحد الوقيته كان ماسي الخليفه، الشيخ امام، يقدر الانسان يسمع الكاظم الصاهر، مغنيين اللي كانوا كيتميزوا بالطرب بالفن. كان غناء شرقي كذلك حتى هو كان واحد الغناء اللي راقي، ولكن لحدود الساعة يعني صراحة واحد التطورات بواحد الوتيرة سريعة داخل المجتمعات. هاد الشيء لا يبشر بالخير. النصيحة ديالي هي أن الآباء يحتاطوا الأبناء نتاعهم ويحاولوا ما أمكن يلازموا أي فعل الطفل ديالو يكون يديرو، بالأخص من داك السن نتاع 0 ولا 9 شهور منين يتزاد الوجود المرحلة نتاع 12 سنة. هاد المرحلة حساسة، كذلك المرحلة الحساسة في الطور الثاني هي المرحلة نتاع المراهقة أو المرحلة من كيكون واحد الشاب كيصبح شاب يافع يقدر يميز بين الخطأ والصحيح ولا يمكن أن يميز بينهما. كذلك يعني كيحتاج الملازمة ديال الآباء الأبناء نتاعهم.
هذه مسألة في حقيقة الأمر كترتبط بالوعي، الوعي نتاع المجتمعات المصغرة أو ما يسمى عفوا بمؤسسة التنشئة الاجتماعية اللي هي الأسرة. مؤسسة التنشئة الاجتماعية يعني هي اللي كتساهم في بناء واحد الزخم يعني فكري الأبناء ديالهم، وواحد الانعكاسات نتاع أفكار اللي ربما تكون أفكار يعني تحمل في طياتها أخلاقيات الآخرين والحريات الأفراد، وكذلك حفاظا يعني على الإرث الكفاحي نتاع الأجداد اللي كيتمثل في الهوية ديالنا. هذه كانت كحلقة بسيطة ربما عبارة عن نصيحة للآباء والأمهات أن أفضل شيء تقدموه للأبناء ديالكم هو الملازمة ديالهم في أي خطوة، لأن الطفل انت اللي كتوجهه ولا انت اللي كتوجهيه للمسارات الصحيحة في الحياة اليومية ديالو. نتمنى لكل العائلات والأبناء أنهم يحتاطوا من هذه المسائل ولا من هذه الوسائل الجديدة اللي صراحة ميعت المجتمعات وفسخت يعني الأسر والشعوب والأبناء والأجيال الصاعدة من الأخلاقيات نتاعها. سلام الله عليكم. نتمنى أنكم تساندوا هذه القناة رغم أنها يعني في البدايات نتاعها، من أجل أنني نوصلكم مجموعة من الأفكار. ربما كاين يعني قراءات في كتب مستقبلا، كاين يعني أحداث اجتماعية وأحداث سياسية وفكرية كذلك سأتطرق لها في المستقبل. شكرا لكل من يساندني. كذلك يعني بغيت نعطي واحد الإشارة، كاين مجموعة من الناس اللي كيحاولوا يسينياليو لي الفيسبوك ديالي وهاد لاشين، نتمنى يهديهم الله. تحية يعني لكل الناس اللي متتبعين وكيتبعوك بصدق وبحب. شكرا لكم يعني على المتابعة. سلام الله عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.